اهلا بك يا صاحبي في اوضتي. تخيل كده تصحى كل يوم وتفتكر ان عندك 20 سنه وتكتشف ان شكلك في المرايه اصغر وانك ناسي اخر 30 سنه من عمرك. ده مش فيلم خيال علمي، دي قصه هنري موليسون، الراجل اللي عاش حياته وهو بينسى كل اللي حصل حواليه بعد 30 ثانيه. ومن هنا العلم بدا يسال، هو احنا ليه بننسى؟ وهل النسيان ده مجرد عطل في دماغنا ولا نعمه احنا اللي مش فاهمينها؟ تخيل ان دماغك ديت غابه كبيره فيها طرق كتير، كل معلومه جديده بتتعلمها بتبني طريق جديد ما بين الاشجار اللي هي الخلايا العصبيه، ولو فضلت تستخدم الطريق ده بيفضل ممهد وواضح، لكن لو بطلت تمشي فيه الاشجار والحشائش بتطلع وتغطي لحد ما يختفي تماما. علميا العمليه دي بتتم عن طريق كذا ميكانيكيه. التقليم العصبي دي عمليه تنظيف دوريه بيقوم بها المخ للخلايا اللي انت مش بتستخدمها فبتتنظف. المخ بيقرر انه يقطع الروابط ديت عشان يوفر طاقه للمسارات المهمه والنشطه. الخلايا الميكروبيولوجيه دي بتعتبر عامل نظافه في المخ، ووظيفتها انها حرفيا بتاكل كل الروابط العصبيه الضعيفه او غير مستخدمه اثناء النوم عشان تخلي المخ سريع ومنظم. بروتينات النسيان، اكتشف العلماء بروتينات معينه زي بروتين موساشي وظيفتها الاساسيه انها مسح للذكريات عشان تمنع المعلومات اللي ملهاش لازمه، وده بيساعدنا في التعليم بشكل افضل. المخ بيعمل كده لسببين اساسيين: توفير الطاقه لان المخ بيستهلك 20% من طاقه الجسم، والكفاءه عشان لما تيجي تدور على معلومه مهمه تلاقيها بسرعه في وسط الزحمه. المخ فيه جزء صغير اسمه اللوزه الدماغيه، دي بتشتغل زي ختم الجوده لما بتمر بموقف فيه مشاعر قويه زي الخوف او الفرحه العامه او الصدمه. اللوزه ديت بتدي امر فوري للحسين المسؤول عن الذاكره. الموقف ده مهم جدا للبقاء، الحافظه بكل تفصيلها. عشان كده انت فاكر اول يوم ليك في الجامعه او موقف محرج حصل من سنين بس ناسي انت فطرت ايه اول امبارح. طيب بعد ما عرفنا ازاي وليه المخ بيمسح البيانات البيولوجيه، تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو ما بننساش خالص؟ تخيل كده لو عقلك فاكر كل تفصيله ممله وكل وجع وكل خناقه بنفس القوه كانها بتحصل دلوقتي. ده بينقلنا بقى لزوايا النسيان كسوبر باور. الجانب النفسي، النسيان مش بس عمليه مسح، هو في الحقيقه جهاز مناعي نفسي بيحمينا من الانهيار. لو تخيلنا ان عقلنا بيسجل كل تفصيله مؤلمه او محرج حصل لنا بنفس القوه والوضع للابد، حياتنا هتتحول لجحيم. هقول لك ازاي النسيان بيعتبر سوبر باور لصحتنا. فلتر المشاعر، النسيان بيساعدنا في بهتان حد الذاكره المؤلمه. مع الوقت انت بتفتكر الموقف بس مش بتفتكر الوجع او القوه، وده اللي بيخلينا نتجاوز الصدمات ونكمل حياتنا. سرعه اتخاذ القرار، لو عقلك فاكر كل تفصيله انت فشلت فيها في اختيار مطعم او قرار بسيط هتحس بتردد رهيب. النسيان بيمسح كل تفاصيل الضوضاء وبيخليك تركز على الاخبار العامه بس، وده بيخلي القرارات اسرع واذكى. تجنب الانفجارات المعلومات، لو فضلت فاكر كل رقم عربيه شفتها النهارده مش هتلاقي مساحه تركيز في مذاكرتك او شغلك. النسيان بيفضل مساحه مؤقته عشان يخليك منتبه للي بيحصل دلوقتي. تخيل لو في شخص عنده حاله نادره اسمها فرط الذاكره، الشخص ده ما بينساش اي يوم في حياته. تفتكر حياته هتكون اسهل ولا اصعب مننا؟ حياته هتكون اصعب طبعا. الناس اللي عندها حاله فرط الذاكره بيوصفوا حياتهم انها مرهقه جدا، لان كل ذكرى وحشه او غلطه عملوها لسه حيه في دماغتهم بكل تفاصيلها ووجعها كانها لسه حاصله دلوقتي. ده بيثبت لنا ان النسيان هو فلتر اللي بيخلينا نقدر نعيش ونركز في الحاضر. الفكره هنا اننا بنمرن عضله الذاكره. اغلب الناس بتذاكر عن طريق اعاده القراءه، وده اللي بيخلي المخ يكسل. الطريقه بقى بدل ما تقرا المعلومه 10 مرات اقراها مره واحده واقفل الكتاب وحاول تسترجعها من دماغك او تشرحها لواحد صاحبك. ليه بتنجح؟ لان بتجبر مخك انه يدور على المعلومه ويبني لها طريق قوي. المخ بيفهم ان المعلومه ديت حيه ولازم تتحفظ. التكرار المتباعد، السر مش في كميه المذاكره، السر في التوقيت المراجعه. لو راجعت المعلومه 5 مرات في اليوم الواحد مخك هينساها بسرعه. الطريقه بقى ايه؟ راجع المعلومه على فترات بعيده بتزيد مع الوقت، مثلا بعد يوم، بعد 3 ايام، بعد اسبوع، بعد شهر. ليه بتنجح؟ لانك بتراجع المعلومه في اللحظه اللي مخك بدا ينسى فيها فعلا. اللحظه ديت بتخلي الروابط العصبيه تبقى حديد في مخك وتنتقل للذاكره طويله المدى. وفي الاخر النسيان مش عيب في تصميمه ولا مشكله محتاجه تتصلح. النسيان جزء من ذكاء دماغنا. ليه الحمايه مش ضعف، هو اللي بيسمح لك تقوم بعد الخساره وتضحك بعد الاحراج وتحاول تاني بعد ما تفشل. يمكن اقوى حاجه في عقل الانسان مش انه يفتكر كل حاجه، لكن انه يعرف امتى ينسى. في المره الجايه لما تنسى اسم حد او موقف قديم يوجعك اقل من زمن افتكر ان دماغك مش خانه، دماغك كان بيحميك. وديت كانت العلم في حته تانية. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وشاركه مع حد محتاج يسمع الكلام ده، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه نفسك تنساها. في حفظ الله.